ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده اتمنى يعجبكم. هنجهز الغدا مع بعض وهنعمل فستانين مع بعض. الناس اللي قالت لي يا ام رحاب علمينا الخياطه ينوبك الثواب، ان شاء الله من هنا ورايح هنحاول الفيديوهات بتاعتنا يكون لها اجر من عند رب العالمين ان شاء الله. جايز نكون سبب في تعليم واحده تصرف على اسرتها او تساعد مع جوزها او يعني يكون مصدر رزق ليها. وهنعمل الوصفة الجميلة دي النهاردة مع بعض ان شاء الله. الفيديو بتاعنا يعجبكم. وعايزة اقول لكم عن قناتي التانية وعايزة ارد على كام كومنت كده اتكلم يعني شفتهم في القناة التانية. هنشوف الحاجات دي كلها مع بعض. بس يلا سموا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا ريت تدعموا الفيديو بلايك. دي الفساتين اللي احنا هنقصها ونخيطها مع بعض. طبعا الحاجة حتى لو جميلة مش هتبان غير لما صاحبة الفستان تلبسه، وطبعا صاحبة الفستان مش موجودة هنا، هي في الفرافرة. مبدئيا كده حطوا لايك وسموا الله وصلوا على الحبيب المصطفى وتعالوا معايا. اول حاجه يا جماعه، احنا لما بناخد مقاسات البنوته معانا بنبدا نطبق المقاسات بتاعتنا على الباترون او على القماش. انا هنا بطبق القماش على 4. بتبقي واخده طبعا مقاساتك، كل المقاسات: عرض الكتف، دوران الصدر، دوران الهانش، دوران الارداف، دوران الوسط. الدورانات دي كلها هي اللي انت بتحتاجيها من فوق لحد دوران الوسط. بس بنبدأ نشوف اكبر دوران عندي بيكون هو ايه، سواء بقى بنوتة صغيرة او بنوتة كبيرة. بتعرفي بقى اكبر دوران عندك هو ايه، مثلا دوران الصدر او دوران الوسط، بتبدأي تاخدي المقاسات بتاعتك على اكبر دوران. فهنا بقى البنوتة عندنا هناخد مقاساتها ونبدأ نقص المقاسات، هنطبقها على الورقة. وهحاول بعد كده ان شاء الله اطبق لكم الطريقة بكل بساطة ان شاء الله عشان كله يستفيد وربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم ان شاء الله. طلعت هنا حردة الابط او حردة الجيرو، طلعت الرقبة والرقبة الخلفية. بنبدأ نعمل الرقبة الامامية بقى على ناحية واحدة بس من القماش، مش على القماش كله. اكيد الناس اللي بتفصل فاهمة انا بقول ايه. معايا هنا بقى القماشة انا طلعت على البطانة لان القماشة ديت بطانة، والقماشة السواريه اللي هي من فوق دي. فانا طلعت قصيت الاول على البطانة، وهبدأ احط البطانة على متني على 4. يعني هتطبقي 4 قطع من القماش وتحطي على متني عشان الجيرو وبقية البدن اللي فوق او الجزء العلوي يطلع على الهواء المفتوح. لكن وسط الفستان من فوق اللي هي بتبقى عند البطن يا جماعة وعند الصدر بيبقى على متني. الفستان ده كان سهل وبسيط، وخصوصا اللي فوق سهل وبسيط، لكن اللي تحت علشان مامة البنوتة عايزة الفستان يكون فيه كشكشة كتيرة قوي، عايزة الفستان يكون واسع قوي وعامل كسر كتيرة حواليها. فكان لازم اعمل بقى، وخصوصا ان هو هيبقى تل. يعني هو لو الستان بيبقى سهل معاكي ان انت تطلعي منه كسر او تعمليه كلوش وتكسريه او تعمليه كلوش وتعمليه بس، فبيبقى سهل وبسيط ان انت تعمليه. لكن بالنسبة للقماشة التل بيحير شوية لان التل خفيف قوي وبيبقى تطبيقه صعب بصراحة. يا رب سترك وعفوك ورضاك يا رب. بصوا بقى يا جماعة، انا خلاص طلعت وعايزة اطلع الكمام. انا بصراحة هنا البنوتة انا ما خدتش مقاساتها، انا خليت مامتها قاست لي بس الموديل اللي هي كانت هتفصل عليه كان قط. فبعد كده لما بعت لها فستان قالت لي خلاص ماشي اعمليه، والموديل اللي انا شفته كان بكم. فانا مش عارفه طول بنوته كمها بالظبط قد ايه، فقررت انها يبقى خير الامور الوسط. قلت اعمل نص كم عشان يبقى نص كم كده سواريه يبقى حلو ان شاء الله. طبعا يا جماعه بعتذر منكم عشان كنت انا بطلت على ما الاذان يخلص. خلاص انا خدت فتحة الكم، خدت وسع الكم بتاعنا، والكم بتاعنا انا هعمل فيه استك فعايزاه يبقى واسع شوية. خدت برضو المقاس بتاع الحردة الجيرو، وهنبدأ نحرتها كمان شوية، يعني نهبط فيها لتحت شوية عشان يبقى فيها كشكشة كتير. خلاص كده خلصت. هنطبق كل ده، وكمان قصيت اللي هو كان التل عشان التل كان زهقني كتير، وجيت هنا اقعد على المكنة.
طبعا تقفيل المكنة عايز يكون بالمظبوط، لو مش بتعرفي تقفلي على المكنة يبقى لازم تعملي دبابيس، ثبتي البطانة مع القماشة بدبابيس عشان خاطر ما تفلتش منك وتطلع مش مظبوطة. بتمشي على دوران الرقبة اول حاجة، وبعد كده بتفتحيه كده، بتاخديه فرطات صغيرة كده بالمقص، وبعد كده بتنيمي التفتيحات بتاعتك وعايزة تعيدي عليها مكوى. اهم حاجة تعيدي عليها كده تاني بالمكنة تاني عشان خاطر الحاجة تبقى تشطيبها كويس معاكي. بصوا بقى يا جماعة، بالنسبة اللهم صل على الحبيب المصطفى للقناة التانية، طبعا انتوا عارفين عشان بس في اخت دخلت قالت لي وانت كل شوية تعملي قناة وتبيعيها، واحنا مطلوب مننا ندخل ونعمل لك اشتراك ونعمل لك لايك وانت تخلصيها وتبيعيها. وفي واحدة تانية دخلت قالت لي ان المتابعين بتاعك هيزهقوا منك وهيسيبوكي، ما عدتش تعملي قنوات وتبيعها، ركزي في قناة واحدة. فعلا القناة اللي فاتت انا بعتها فعلا، لاني كنت بشتري المكن دهوت وما كانش معايا فلوس تكمل، فكان لازم اضحي بحاجة عشان خاطر اعمل حاجة استرزق منها. فبعت القناة يا جماعة، وقلت خلاص عشان كمان ما شحطتش نفسي على جوز قنوات واركز في حاجة واحدة. انا بعت الارانب وبعت القناة عشان خاطر اعمل مشروع الخياطة وابقى مركزة في حاجة واحدة بس، عشان ما تعبش نفسي واجهد نفسي زيادة عن اللازم. تمام. لكن بعد فترة طبعا انتوا عارفين محمد شغال في بيع القنوات، يعني لو في حد عايز يبيع قناة هو بيبيعها له، بيكون وسيط، او حد عايز يفعل، او حد عايز يفعل قناة، او عايز يزود ساعات، او يزود مشتركين، او الكلام ده كله، او عنده مشكلة في القناة او اي حاجة. المهم ربنا يجازيها خير. كان في ست ربنا يجازيها خير، هي شغالة معاك كتير، بيبيع لها قنوات، يعني بتعمل قنوات وربنا بيرزقها وبتباعها. مش عيب يا جماعة ان الواحدة تعمل قناة وتباعها وتعمل قناة وتباعها، المهم ان هي مادام جمهورها واخواتها ومتابعينها بيحبوها هي هيروحوا معاها في اي مكان. بس جايز تكون ظروفها محتاجة لفلوس القناة ديت، مش احسن ما تمد ايدها لحد. المهم هو بعلها شغل، عمل لها شغل كتير، فهي كان عندها قناة اللي هي ادتها له ديت، قالت له محمد خدها، عايز تبيعها عايز تخليها ليك خليها ليك براحتك. المهم هو قال لي امي خليها اشتغلي عليها علشان نفعلها علشان مصاريف الكليه. قلت له خلاص ماشي. والله العظيم مش بكدب عليكم يا جماعه، ومش مطلوب مني ان انا ابرر لكم حاجه. انا كنت اقدر اقول لك القناه موجوده، اللي عايز يدخل عليها يدخل واللي ما يدخلش ما يدخلش، لكن انا مش بحب. وبشكر اخت ام عزوز وبشكر اخت نوره وبشكر كل اخواتي وحبايبي اللي دخلوا وكتبوا كومنتات جميله، انا قريت كل الكومنتات. ربنا يكبر خاطركم ويجازيكم خير يا رب. هنكمل الموضوع ده بس بعد ما اقول لكم على الطبخه اللي انا هجهزها للغدا النهارده. كنت مطلعه دكر بط، وكنت مطلعه جوز فراخ من الفراخ اللي هي البلدي ديت، وقلت اجهزها وللغدا اتبلها واحطها في الفرن عشان اقعد طول النهار على المكنه، عشان عايزه اخلص الفستانين دول، عشان مطلوب مني كمان لبس مدرسة، وعايزة اعمل لبس المدرسة بتاع روفان برضو عشان الوقت بيدخل بسرعة. خلاص احنا في شهر 8 والمدرسة بتفتح في 9. وغير كده كمان انا عايزة ابدأ شغل بقى في اطقم السراير ان شاء الله. ربنا يعيني ويقويني. عايزة اجيب قماش عشان ابدأ اشتغل، يمكن ربنا يفتح لي باب رزق، عشان تعرفين ان مطلوب مني مصاريف كلية ومطلوب مني شغل كتير. ربنا يعيني ويقويني ويرزقني برزقهم يا رب، اللهم امين. جبت 3-4 بصلات من البصل اللي هو الصغير ده، وبشرتهم وحطيت عليهم فلفل اسود، وحطيت عليهم شوية بهارات وشوية بهارات فراخ، ويعني البهارات اللي موجودة عندك، وشوية جوز الطيب مطحونة، وحطيت معلقة صغيرة من السكر، وحطيت الملح، وقلبت ده كله على بعضه، وحطيت معلقة زيت عليه، وقلبت كله على بعضه. وبعدين تبلت بيه البط والفراخ. بتبقى تتبيله كده زي المرتب، بيبقى طعمها حلو قوي يا جماعه، وخصوصا لو هتشويه على الهادي كده. ما حبيتش احط في الصاج عشان مفيش حاجه تتحرق. حطيته وغطيت عليه بالفويل، ولعت فرن البوتاجاز حطيت عليه معلقه سمنه كده عشان بتدي ريحه حلوه للبط. اسفه يا جماعه. وهنغطيه بقى بالورق الفويل وهندخله في فرن البوتاجاز ونسيبه كده على الهادي. وعملت جنب منه طبق لسان العصفور، طبعا مش كل ده صورته معاكم علشان خاطر اخلص شغلي واقعد بقى ما بقاش عامله حسابي ان انا ورايا حاجه خالص.
البط ما شاء الله تبارك الله استوى، بس هنا يعني انا حطيته خد وقته وانا بخيط، بس عايز بقى ايه، عايز كمان شوية وعايز يحمر. فهنشيل بقى لما يستوي، هنشيل ورق الفويل من عليه وهنحطه، انا حطيت عليه شوية سمنة من اللي تحت منه، وهنحطه بقى في الفرن ونهدي عليه برضو لما يتحمر، ونولع الشواية ونسيبه بقى لما يتحمر. عايزة اقول لكم ان هو مع لسان العصفور بجد والله يا بنات كان جميل قوي. ونسيت اقول لكم ان انا كنت مقشره بصل وحطاه في قلب البط وحطيته وسبته لما البط استوى والفراخ استوت، طلعت منه البط كمان عشان ياخد اللون. وبدأت بقى ايه ما شاء الله تبارك الله طلعتهم. إيه كان محمد مع واحد صاحبه كانوا في مشوار في كفر الشيخ بيعملوا ورق الكلية بتاع صاحبه، فاتصل عليا وقال لي يا ام اتغدي انتي عشان احنا اتغدينا هنا، فربنا يفديه هو واصحابه يا رب، ويخلي ولادكم جميعا يا رب، ووفق ولادنا كلك اللي في الكليات واللي في المدارس، ربنا يوفقهم يا رب اللهم امين. المهم فانا كنت جوعت، كنت غبت مستنياه كتير. فالاخر لما اتصلت عليه قلت له يلا يا محمد انت فين؟ قال لي يوم انا لسه في كفر الشيخ. كان الكلام ده بقى بعد العصر. قال لي يوم انا لسه في كفر الشيخ عشان احنا كنا بنخلص الورق بتاع صاحبي واتاخرنا وهنتغدى هنا. فقلت له خلاص يعني اكل، فجهزت الطبق بتاعي ده عشان ايه اتغدى. عايزه اقول لكم شويه لسان العصفور مع شويه البصل دولت يا جماعه والله كانوا تحفه. نرجع بقى لمرجوعنا. القناه دي يا جماعه بتاعت اخت ربنا يوسع عليها ويبارك لها يا رب. هي اكيد عارفه القناه، كان عليها فيديوهات وهي حذفت الفيديوهات وسابت القناه بس بالمشتركين اللي عليها. وقالت له محمد عايز تاخدها خدها، عايز تبيعها، عايز اي حاجه. المهم يا جماعه انا والله ما كنت غاويه وجع قلب ولا كنت عايز اشتغل عليها، لان ده كله بيبقى ضغط نفسي عليا وبيبقى حمل تقيل عليا. يعني انت مطلوب منك تصوري فيديوهين 2، ومطلوب منك تقعدي على مكنه، ومطلوب منك تجهزي اكل وتاكلي طيور، ده كله حمل عليا. بس طبعا الشهر اللي جاي خلاص الكليات هتبدأ وهينطلب مني 15,000 جنيه للكلية، فايد على ايد بتساعد. اذا كان هو يشتغل في حاجة وانا هكمليه ممكن ربنا يكرمني وتتفعل ونبيعها بمبلغ ونكمل عليها وندفع مصاريف كليته. جزاها الله كل خير، وانتوا كمان جزاكم الله كل خير ان انتوا بتساعدوا معايا في حاجة زي كده. ربنا يوفقكم يا رب ويصلح حالكم. خلصت الغدا وخلصت الفساتين، وعايزه اقول لكم بقى الفستان الصغنن بتاع هو الصغننه ده جميل قوي قوي قوي. الشغل مش باين يا جماعه. انا بوريكم الفيديو ده اللي انا بوريكم ده هتلاقوني لابسه الازاي المضى ما كنت بصلي ده تاني يوم. يعني انا شطبت بقيه الفساتين تاني يوم، لسه كمان ناقصهم شغل. لسه عايز حزام وعايز فيونكه كبيره كده من ورا الظهر، وعايزين توكه حلوه كده من على الصدر كده، وردتين حلوين كده. بس عايزه بوريكم الكم بتاعي الصغننه، شوفوا عامل ازاي، وعامله له استك من فوق كده مخليه جميل. تعالوا بقى على فستان شيرين. الفساتين دي يا جماعه نبيتي مش احمر، بس هما باينين حمر. ده نص كم اهوت، ده الصدر لسه برضه هحط له حاجه كده، بس زي ما مامتها طلبت وقالت انا عايزه الفساتين تكون واسعه وحاجه كده بتبدر حواليها، فهي الحمد لله عامله الديل واسع قوي. بس طبعا عشان ده تل بس فمش واضح قوي، مش هيتضحوا قوي غير لما البنوتات يجوا يلبسوهم ان شاء الله. لما يلبسوهم انا هصورهم معاكم وهخليكم تشوفوهم عشان تقولولي بعرف افصل ولا ما افصلش بالنسبه للاطفال. وادعوا لي ربنا يفرجها ان شاء الله عشان نجيب بقى اطقم سراير ونشتغل. وان شاء الله عايزاكم برضو زي ما وقفتوا جنبي في القنوات وزي ما وقفتوا جنبي في حاجات كتير، ربنا يخليكم تقفوا جنبي برضو وتدعموني في المفروشات وتصيطوني كده، ويبقى ببرز ان شاء الله بدل ما نقعد كده ايه حاسه ان انا بتسول من على اليوتيوب مش الحمد لله الحمد لله رب العالمين. لسه بقى الابله روفان كمان عايزه فستان، ربنا يعين ان شاء الله واجيب لها هي كمان القماش وابدا افصل لها هي كمان. ربنا يبارك لي فيهم ويعيني ويقويني عليهم ويرزقني برزقهم يا رب اللهم امين، واجعله فتحة خير يا رب اللهم امين. حبايب قلبي الغاليين والله العظيم بحبكم في الله، وبشكركم كل البنات، وبشكرك يا نوره وبشكرك يا ام عزوز. ده طقم قصه ليا ان شاء الله هبقى اوريه لكم. وكل اخواتي وحبايبي اللي دخلوا لي على القناه التانية، ربنا دخل لي امبارح
100 كام و50 مشترك، ربنا يجازيهم خير. 100 كام و50 اخ واخت، ربنا يبارك لهم في ولادهم وفي مالهم ويصلح حالهم يا رب، اللهم امين. انا متشكره لكم جدا، ومتشكره لوقفتكم جنبي، ومتشكره لكلامكم الحلو. ربنا يكبر خاطركم كده زي ما بتكبروا خاطري. بحبكم في الله، وما تنسوش اللايك والشير، وقولوا لي رايكم في الفيديو.